السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا جماعه، عايزه اكلمكم في موضوع بسرعه كده، ان شاء الله دقيقتين كده وما نطولش. عايزه اقول لكم ارجعوا اغسلوا شعركم تاني زي ايام زمان، زي ما كنا بنغسله يوم ويوم لا. جماعه، انتوا طبعا فاكرين الترند بتاع الدكاتره والاخصائيين اللي هم طالعين ايه، ما تغسليش شعرك كتير وسيبي شعرك يستفيد بالزيوت اللي فيه عشان يتغذى ويتقل ويطول والكلام ده كله. طبعا الترند ده انا جربته سنتين، وانا لقيت شعري محلك سر، بالعكس بقى بيزيد وقوعه، تقصفه، هيشانه، ما بيطولش، بهتان، حاجات كتيره، كل العيوب في الشعر جات لي بسبب الحكايه دي. فانا الحمد لله الحمد لله، زي ما قلت لكم انا دايما بجرب في نفسي. فمؤخرا بعد فتره كبيره برضو، لان في بيحصل زي تاثير كده، بيغير، يعني في ناس بيغيروا الكيمياء بتاعت مخك خالص، ويحسوكي ان انت اللي غلط وهم اللي صح، فعلا بتمشي ورا كلامهم كانه تنويم مغناطيسي كده. في الاخر خالص انا اكتشفت ان انا رجعت ان انا اغسل شعري تاني. جماعه، بقيت اغسله يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. هتقولوا كتير، انا شايفه نتيجه حلوه جدا جدا بسبب غسيل شعري، الحمد لله كتير رجعت له تاني للحته دي. بس في تركه بقى صغيره، مش هتغسلي كل يوم بشامبو تجاري زي ده، لا طبعا، شعرك هيقع خالص وهيبوظ. هتغسلي يوم ويوم لا. يوم مثلا بالشامبو ده، اللي هو مثلا افريكانا، اللي هو خالي من الصوديوم والبارابين والصوديوم، صوديوم وبارابين وايه حاجه كده، مش عارفه اقراها. ومثلا زي بتاع بليزا مثلا، برضو خالي من المواد الضاره والكلام ده كله. هيجي كل اسبوعين او كل 3 اسابيع لازم تغسلي بشامبو فيه سولفات والحاجات دي، اللي هي بقى المواد الضاره، اللي هي بتشيل بقى كل حاجه على فروه الراس، وتنضف فروه الراس خالص. تمام. جماعه، من بعد ما رجعت تاني اغسل شعري، آه شعري بقى صحي، مش متقصف. لما باجي اغسله واجي اسرحه، ما بيبقاش بقى زي مثلا بقعد يومين او 3 ما غسلتوش فيتقطع ويقع كتير. ما عادش بيقع كتير. اهم حاجه يا جماعه، ما عادش فيه قشره. كان الاول انا من نوع شعري ما فيهوش قشره كتير، اي نعم انا عارفه دي، بس في ناس يا عيني بشره، او فروه راسهم دهنيه، فبيجي لهم زي قشره اسمها قشره دهنيه وقشره مرضيه، بتبقى قشره وساعات بتوصل تبقى قشره تخينه كده. فده برضو من عيوب عدم غسيل الشعر كتير، بيكون قشره جامده جدا على الشعر، وبالتالي القشره دي بتسد مسام الشعرايه، وبالتالي الشعرايه بتقع، بالتالي شعرك بيخف، بالتالي بتظهر الفراغات. جماعه، ارجعوا اغسلوا شعركم تاني، ولكن بمواد كويسه وشامبوهات كويسه. اصرفي في الشامبو يا جماعه، وكل شهر، كل اسبوعين 3 اغسلي بشامبو فيه سلفات، بحيث تشيلي اللي الحاجات دي او الشامبوهات دي ما شالتهوش. ومع ذلك انا بحس ان هم بينضفوا والله. يعني انا بس ايه ماشيه ايه في حته، ان في ترند برضه بيقول ان الحاجات اللي هي اللي خاليه من الصوديوم والكلام ده مش بتنضف فروه الراس 100%. هي بتنضف معايا والله، لكن لو انت مثلا شعرك تقيل قوي قوي قوي، ممكن ما تنضفوش قوي. ماشي، في كل اسبوعين اعملي ده، كل اسبوعين او 10 ايام